زي حضرتك قلبنا معاك يا فندم، ان شاء الله يطلع بخير باذن والله الله. احنا مش عارفين ده بيحصل فيهم هم ليه يعني. هم ذنبهم ايه طيب؟ يعني لو هم عملوا حاجه، هم قتلوا اللي ماتوا دول، اوكي يعملوا ان شاء الله يذبحوهم في ميدان عام، احنا هنبقى معاهم، لكن هم ذنبهم ايه؟ اللي هم طيب. عملوه يستحقوا فيه اللي بيحصل فينا كل يوم والقلق ده. هم عندهم اسر وعائلات واولاد بيبقوا قلقانين عليهم. يعني اللي اتظلم لا يمكن يظلم، عشان دول لو فعلا بيدوروا على حق لا يمكن يعملوا كده. دي امور بلطجه وقله ادب، علشان كل ما يروحوا في حته يقلوا ادبهم علينا. احنا انا واحمد الاسبوع اللي فات في سيتي ستارز مشي ورانا اولاد من الالترس وشتمونا قدام ايه بنته الصغيره اما تسمع باباها بيتشتم اللي هو قدوتها، وتشوفوا كده ويتعدوا علينا. وغير اللي بيحصل دلوقتي طبعا. يعني انا قاعده دلوقتي على اعصابي، هين عليا انزل من البيت اروح له. لا ان شاء الله يرجع بالسلامه. طب هو كلمك يا مدام نوره دلوقتي مثلا؟ اوصل له خالص. يعني انا ومرات كابتن حسام وكذا حد عماله اوصل ان انا اعرف اوصل لاي حد يطمني، مفيش حد. وكل ما بينزلوا التمرين بنبقى قلقانين، يعني كل ما يخرجوا في حته طيب. بنبقى قلقانين. انا نفسي افهم بس، نفسي افهم ذنبهم، نفسي افهم ايه يعني هو حضرتك من ساعه ما خلص تمرين لغايه دلوقتي حضرتك مش عارفه توصلي له خالص؟ خالص على الرقم بتاعه وحتى مدام لميس مرات كابتن حسام برده مش عارفه توصل، مدام كابتن سيد عبد الحفيظ مش عارفه توصل، كلهم ما حدش عارف يوصل طبعا. طيب لا احنا خليكي معانا، احنا بنتكلم هناك في ناس والحمد لله احمد كويس، كلهم كويسين، بس هم مش عارفين يخرجوا من النادي. مش عارف اقول لك ايه، لكن وضع غريب جدا. يعني الواحد بيرفض ده بشده. بشكرك مدام نوره، ان شاء الله ربنا يطمنك عليه باذن الله. خلينا نرجع لعلي من النادي الاهلي. معلش يا علي، مساء الخير. لا انا كابتن احب اوضح لك حاجه برضه، ان احمد صديق ما خرجوش من النادي ورجع دلوقتي، ورجع وسط اللعيبه، واللعيبه كانت القاده بتوع الالتراس كانوا عايزين يضربوه له، اللعيبه شحشت حاولت تخش عنه. يعني بشكل كبير واضح انها متاثره جدا، خايفه. طيب معلش ناخد مدام لميس مرات الكابتن حسام غالي. مساء الخير يا مدام لميس. نوري كابتن حازم، قلبنا معاك يا فندم، ان شاء الله يعني الموضوع يعدي على خير باذن الله. بصراحه بقت حاجه سخيفه جدا جدا وطول اللي بيحصل ده. احنا اول حاجه انا عايزه اقول بس لكل اهالي الشهداء وكل الالترس، يا جماعه اقسم بالله اللعيبه عملوا، انا واحد من الناس جوزي فضلت 3 أسابيع ما بشوفوش، كان من الصبح لغايه بالليل مع اللعيبه، مع اهالي الشهداء وبيزوروا كل الشهداء، وبعدين اللعيبه تقريبا كلهم كانوا عملوا حاجات ماديه لاهالي الشهداء. احنا ذاتي ده ذنبنا ايه؟ انه يجي كل يوم كل حاجه تحصل لا وكل شويه بقينا خايفين عليهم، وكل شويه بقينا خايفين ان هم ينزلوا يتضربوا ولا ينزلوا يحصل لهم حاجه. ما هو ده مش طبيعي. احنا كمان يا جماعه احنا اهالي وعندنا اولاد، وهو عنده اولاد خايفين عليه ما يرجع لناش يوم ولا يحصل له حاجه. ده بقى تو ماتش، لا ده بقى كتير. يعني حسام الفتره دي يعني خايف متوتر قلقان مثلا، ولا حاسس الدنيا بيقول لك لا الناس هو حسام هيعمل ايه؟ هو حسام بيروح تمرين وبيعمل اللي عليه. يعني انا عايزه اسال سؤال برضه، هي الناس ما بتشتغلش؟ ما هو ده شغله. هي الكوره دي مثلا عشان يعني هي لعبه، يعني ما ده شغله ودي حياته. هو المفروض ما ينزلش يروح التمرين، ما هو بيعمل اللي عليه وبيعمل اللي النادي بيقول له ليه. يا جماعه هو في ايه يعني؟ طب انت توجهي كلمه للجماهير اللي قدام النادي، تقول لهم ايه؟ زي ما انتوا خايفين على اولادكم واولادكم راحوا منكم، احنا كمان خايفين على عيلتنا، وانا خايفه على ابني وخايفه على اولادي. انه انا والمضحك ما عارفه اتكلم وحياه ربنا انا خايفه. انا بقيت كل يوم بسمع كلام سخيف جدا، ومثلا واحد زي احمد فتحي راحوا مول، قعدوا داخل عيله فاملي داخله مول، رايحين يودوا بنتهم قدام، يتلموا عليهم ويشتموهم اقذر شتايم، ويقعدوا عايزين يضربوهم. طب احنا ذنبنا ايه؟ احنا لا بنخرج من بيتنا. يعني حسام دلوقتي احنا اصلا باي ذا واي يعني كمان احنا ما بنشوفهمش اساسا. يجي يوم لما يبقى يوم اجازه حتى مش عارف ينزل عشان خايف يحصل له حاجه لو نزل. ما هو ده برضه مش طبيعي يعني اللي بيحصل لنا ده، وحياه ربنا. اكيد من كل اطلاق القلق. بص طز في اي حاجه، بس انا ما اقعدش كل ما جوزي يبقى نازل ابقى خايف عليه يحصل له حاجه ولا يتضرب ولا يرجع. طب حضرتك تواصلتي معاه في التليفون دلوقتي مثلا من شويه؟ مش عارفه اوصل له برضه، عماله ابعت له مسج قد كده ما بيردش عليا، مش عارفه اوصل له. لا بس هم كلهم كويسين يعني الحمد لله. يا رب، ما هو ان شاء يا الله يرجع انا والله انا يا جماعه يا الترس من فضلكم، اللعيبه ما لهاش ادنى ذنب، ما لهاش ادنى ذنب. وحتى لما ابو تريكه اخذ الديسيجن ده ان هو ما يروحش ومش عارف ايه، هو رجع واعتذر للعيبه لما عرف انه ما هو ما ينفعش يعمل قرار فردي. هو في الاخر اصلا يعني ما حدش في الاخر
يعني انا اصلا مش عارفه اتكلم، معلش انا اسفه. لا يا فندم، مقدر ظروفك طبعا، انا بشكرك على دخلتك. اوكي ميرسي جدا جدا، وانا اسفه، بس بقول للالتراس يعني هم ما لهمش ذنب لعيبه في الاخر، هم مش لعيبه يعني، ما هو في الاخر دي محكمه ولسه اجراءاتها، احنا نعمل احنا ذنبنا ايه؟ يعني انا مقدر طبعا انفعال حضرتك، واكيد يعني كل ست بيت خايفه على جوزها وخايفه على اولادها، حاجه صعبه جدا جدا، حدث غريب. انا ما اعتقدش ان الجمهور عايز يبين احساس يعني يخلي اللعيبه تخاف اللعيبه تخاف من الناس اللي